السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فطير محشي باللحمه المفرومه بطريقه سهله جدا. لو محتاره في الغدا ومش عارفه تعملي اكل ايه، هاتي ربع كيلو لحمه مفرومه وشويه دقيق وهنعمل بيهم اجمل واحلى فطير محشي باللحمه المفرومه بحشوه كده خطيره هتعجبك قوي. مقرمش كده من بره وطري ومورق من جوه وطعمه خطير. شايفه كده جمال وحلاوه الفطير اللي قدامك ده؟ مقادير سهلة وبسيطة خالص، وطريقة الإعداد أسهل من ما يمكن. في دقايق كده هتكوني مجهزة صينية الفطير اللي قدامك دي. تعالوا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. وما تنسوش تشجيعاتكم الحلوة ليا، اشتراك في القناة لو انت أول مرة تزوري قناتي نورتيني، وما تنسيش تشتركي في القناة، ولايكات كتير للفيديو علشان أكبر عدد من الناس تشوف الوصفة وتستفاد منها. في البداية كده المقادير اللي هديهالك دي مقادير نص كيلو دقيق. معايا هنا نص كيلو دقيق منخول. الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق متعدد الاستخدام، اهم حاجة تكوني مستخدمة نوع دقيق كويس لان هيفرق جدا في العجينة. نزلت كده عليه بنص معلقة ملح واقلبه كده كويس في قلب الملح. بنزل بعد كده بمعلقة زيت ذرة عادي، معلقة زيت واحدة، واقلبه كده كويس في قلب الدقيق. اقلب كده الزيت كويس في قلب الدقيق. بعد كده بنزل عليه بكوباية مية من الحنفية عادي، مش شرط تكون مية دافية. بنزل كده تدريجيا بالمية واحدة واحدة، يعني ايد بعجن بيها والايد التانية بتنزل كده تدريجيا بالمية. بعجن بقى كده العجينة عجنة كده كويسة حوالي 4-5 دقايق. نص كيلو دقيق هياخد معاكي بالظبط من كوباية ونص لكوبايتين الا ربع مية، وطبعا بتختلف في انواع الدقيق، بتختلف عن بعضيها. زي ما قلتلك كده اعجني عجنة كويسة كده في العجينة. عايزين العجينة بتاعتنا طرية جدا، ملمسها كده ناعم وفي نفس الوقت ما تكونش بتلزق. عجنت بقى كده العجينة بتاعتي زي ما قلتلك كده 5 دقايق، عجنتها كده عجنة كويسة. العجينة ما شاء الله تحت ايدي كده ناعمة خالص وطرية جدا وفي نفس الوقت ما بتلزقش خالص. بنزل كده بمعلقتين زيت كده في البولة، وانزل بقى كده عليها بالعجينه، هقلبها كده يمين وشمال ومن فوق ومن تحت في قلب الزيت. وبعد كده بغلفها بالاسترتش راب او بكيس بلاستيك، واسيبها كده في مكان كده دافي على جنب حوالي كده نص ساعه او ساعه الا ربع ترتاح العجينه خالص. تعالوا على ما العجينه ترتاح نجهز الحشوه معانا. معايا ربع كيلو لحمه مفرومه، معايا كده طماطمايه كبيره متقشره مقطعه مكعبات متوسطه او صغيره، معايا كده بصلتين كبار. معايا هنا طاسة سخنة على النار، نزلت كده عليها بمعلقة سمنة كده كبيرة، ونزلت كده عليها بصلتين اضربيهم في الكبة او قطعيهم مكعبات كده متوسط اللي يعجبك. بشوح بقى كده البصلة حوالي كده 5 دقايق تشويحة كده كويسة. بنزل بعد كده عليها بفلفل رومي. انا مقطعة كده حوالي 3 فلفلات رومي كده كبار، حابة تضيفي فلفل سبايسي عليها اللي يعجبك ضيفي. بشوح بقى كده الفلفل مع البصل كده تشويحة كويسة. بعد كده بنزل عليهم باللحمة المفرومة واقلبها كده واشوحها كده تشويحة كويسة. بنزل بعد كده عليها بالبهارات، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة سبع بهارات، نص معلقة شطة حمراء او بابريكا، او معلقة ملح. واقلب بقى كده الكلام ده كله كده تقليبة كويسة في قلب بعض. ونزلت كده كمان عليهم بشوية كده من الزيتون الاسود والاخضر. بعد كده بنزل عليهم بطماطمايه كده كبيره. قشري كده الطماطم علشان القشر كده ما يبقاش في قلب الحشوه، قشريها وقطعيها كده مكعبات صغيره. شوحتها بقى كده تشويحه كويسه وسبتها كده على النار حوالي كده 5 دقايق تتشوح كده تشويحه كويسه. وبعد كده طفيت عليها النار، سيبي بقى كده الحشوه تبرد خالص كده معانا. بعد كده شفتي ما شاء الله العجينه بتمط كده وعامله زي اللبانه، ما شاء الله عجينه مظبوطه وخطيره. كل ما هتريحي العجينة تريحيها تسيبيها كده ترتاح فترة أطول، كل ما هتديكي نتيجة هايلة.
بقطع بقى كده العجينه بتاعتي. نص كيلو دقيق هيديكي 8 فطاير، يعني قسميهم كده ل8 كور. حاولي كده على قد ما تقدري التقسيمه كده تكون قد بعضها، يعني الكوره الواحده قد كده حجم اليوستفنديايه. بعد ما قسمت العجينه كلها بالشكل دوت، معايا طبق كده ممسوح بمسحه زيت كويسه، برص كده العجينه فيه، وبعد كده بمسح الوش بتاع العجينه بمسحه زيت كده كويسه علشان وشها ما ينشفش، واغطيها كده بكيس بلاستيك. باخد بعد كده معايا هنا طبق فيه زيت، انا مستخدمه في الفطير زيت بس من غير اضافه زبده ولا سمنه، وهيديكي نتيجه هايله. باخد كده شويه زيت على الرخامه كده زي ما شفتي، وافرد عليهم الفطيره، واخد شويه زيت كمان على الفطيره من فوق، وافرد كده بايدي الاتنين بالراحه خالص، هتتفرد معاكي بكل سهوله من غير بقى نشابه او فراده ولا اي حاجه. بعد ما فردتها بالشكل ده، ببتدي اخد الطرف اللي قدامي دوت واطبقه على الطرف التاني، وافرد زي ما شفتي بايدي كده، بفرد بايدي التانية، واخد نص كده الطرف التاني بطبقه كده على الجوه شويه، وافرد برضو في ايدي. افردي كده فرده لغايه ما تبقى الفطيره كده او العجينه تحت ايدك كده مورقه خالص. باخد بعد كده شويه كده من الحشوه. عايزه اقولك ان الحشوه دي طعمها وريحتها خطيره. حابه طبعا تضيفي اي حاجه تانية، اي اضافه تانية على الحشوه اللي يعجبك، حابه تشيلي حاجه اللي يعجبك. عايزه اقولك برضو على حشوه تانية، حشوه ميكس جبن مع بسطرمه وشويه زيتون، برضو بتبقى طعمها خطير. حطيت كده شويه من الحشوه وعليهم شويه كده من الجبنه الرومي المبشوره وشويه جبنه موتزاريلا. ببتدي بقى كده اقفل بالطريقه اللي انت شايفاها قدامي دي. باخد بقى كده باقي الاطراف واقفل كده الفطيره بتاعتي كده تقفيله كويسه، وبين كل تقفيله وتقفيله كده باخد كده مسحه زيت بسيطه خالص، بس علشان الفطيره تبقى معايا مورقه. معايا بقى كده الصينيه بتاعتي مسحاها كده بمسحه زيت كويسه، وابتدي ارص فيها الفطير اللي انا بعمله. ولو لقيتيها كده فتحت كده معاكي من فوق زي ما شايفه بالشكل دوت، قفليها كده بالراحه كده بصوابعك كده، قفليها هتتقفل معاكي وما تقلقيش خالص. كل ده هيتدارى في السوا. نعمل مع بعض واحده تانية بطريقه تقفيل تانية، بس عايزه اقولك ان طريقه التقفيل اللي قدامك دي سهله بالنسبه لك خالص، فاتبعي الطريقه دي. فردتها زي ما شفتي كده بالزيت من فوق ومن تحت كده، فردتها بايدي كده بالراحه خالص ورققتها على قد ما تقدري. خدي بقى الطرف اللي قدامك ده طبقيه على الطرف التاني اللي هو لجوه ده، افرديه برضو كده بايدك. بعد كده باخد الطرف اللي هو على اليمين واطبقه على الطرف التاني كده، وافرد برضو بايدي. باخد بقى كده شوية من الحشوة واحطهم كده في النص، وعليها برضو كده شوية جبن، وابتدي الم الاطراف مع بعضيها، اخد كل طرف كده واقفل بيه، واخد الطرف التاني واقفل بيه زي ما بتشوفي بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. طريقة سهلة جدا وبسيطة. بعد ما بخلص بقى كمية الفطير كلها، بسخن الفرن على درجة حرارة عالية. الفطير هنسويه على نار الفرن من تحت بس، ما تفتحيش عليه الشواية خالص علشان ما ينشفش معاكي. يعني نزلي الشبكة بتاعة الفرن وحطيها على الصاجة من تحت، وحطي صينية الفطير على الشبكة، طبعا على درجة حرارة عالية. سيبيه كده حوالي 5 دقايق في الاول خالص، وبعد كده افتحي وبص عليه، لقيتيه اخد لون كده معاكي ذهبي كده على خفيف، اقلبيه على الوش التاني، وهكذا. طبعا ممكن تسويه على البوتاجاز من فوق، بس درجة الحرارة او درجة النار بتختلف. على البوتاجاز من فوق هتكون متوسطة معاكي، يعني مش هادية قوي ومش عالية قوي، متوسطة. حطيه كده في طاسة او في صينية، وبرده نفس الكلام، اول ما تلاقيه اخد لون معاكي كده من تحت اقلبيه على الوش التاني. بصي بقى كده ما شاء الله الفطير معاكي عامل ازاي، مقرمشة كده من بره وفي نفس الوقت كده من جوه طرية ومورقة، مش مكلكعه بقى كده كلاكيع عجين، ولا العجينه كده تخينه، لا مظبوطه خالص. زي ما قلت لك ما شاء الله نص كيلو دقيق هيعمل معاكي كميه الفطير اللي انت شايفاها قدامك دي، وما شاء الله كده الحشوه فيها كتيره وحلوه قوي. جربي طريقه الفطير دي وهتعجبك جدا.
طعمه كده عامل زي الفطير المشلتت كده، وفي نفس الوقت بقى كده ايه مدلعينه بشويه جبن وشويه لحمه مفرومه. جربيها وهتعجبك قوي، وبالهنا والشفا.